وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه، والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم. يقول رحمه الله: إذا عرف أي ما سبق فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا النظر هو أعظم نعيم في الدار الآخرة وأكمله، أن يرى المرء المؤمن ببصره ربه خالق هذا الكون، ويرى جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، يرى ربه سبحانه وتعالى ذي الجلال والكمال. فهذه الرؤية هي أكمل لذة وأعلى نعيم، فلا يليق بعاقل أدرك أن هذه اللذة متحققة لأهل الإيمان أن يفعل من الأمور والأسباب التي تحرمه منها، أو يترك الأسباب التي توصله إليها. وهذا مقام بينه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لهذه اللذة، لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لما قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يخاطب أهل الإيمان: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لما ذكر هذه الرؤية وشوق إليها وتوق النفوس لأن تنالها، حذرهم مما يحول بينهم وبينها. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه يقول: انتبهوا، هذه الرؤية، هذه اللذة، هذا النعيم الذي أكمل نعيم حاصل لأهل الإيمان، إياكم أن يحول بينكم وبينه معوقات تكون سببا للحرمان. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة الفجر وصلاة العصر، خصهما بالذكر في هذا الحديث، لأن من ضيعهما فهو لما سواهما أضيع، ومن حافظهما ومن حافظ عليهما كانتا أعون له على المحافظة على غيرهما من الصلوات وأيضا سائر العبادات. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة في المحافظة عليها معونة على الطاعات الأخرى، وفي التضييع لها أيضا معونة على التضييع للطاعات الأخرى، وهذه مضرة عظيمة على الإنسان. وهذا السر الذي لأجله خصت بالذكر الصلاة التي هي أعظم العبادات. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا. وانتبه هنا في هذا المقام إلى قوله ألا تغلبوا، حتى ينتبه المرء أن ثمة غوالب كثيرة جدا في الدنيا تغلب الإنسان على الصلاة وعلى غيرها من الطاعات التي توصل إلى هذه اللذة العظيمة. فإذا كان يريد لنفسه أن يهنأ بهذه اللذة العظيمة فليحذر من ما يعيقه عن ذلك ويغلبه على ذلك، أن تغلبوا. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام
أمته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صهيب وهو في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم أي الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا فيه أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو أعظم لذة ينالها أهل الجنة، وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. قال: وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. يشير إلى حديث في سنن ابن ماجه ذكره رحمه الله هنا بالمعنى، وإسناده أيضا فيه مقال، فيه ضعف، لكن يغني عنه الحديث الذي قبله وهو في صحيح مسلم. قال: وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه في صلاته، هذا الدعاء قاله في الصلاة قبل أن يسلم، قال: اللهم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. قبل أن يسلم دعا بهذه الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يوضح لنا ما سبق، الارتباط الذي بين الصلاة والرؤية، الارتباط الذي بين الصلاة والرؤية. الصلاة فيها ارتباط عظيم بالرؤية، الذي ضيع الصلاة حكم على نفسه بالحرمان، لأن الرؤية وغير ذلك من النعيم، نعيم الآخرة، لا ينال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس بالأماني، لا بد من عمل، لا بد من عمل.